انا شيعي. اي شيعي شيخنا، احنا ديننا الشيعة ديننا فارسي، يكره العرب. هذا ملخص الدين الإمام الاثني عشر. حياك الله، تفضل يا قصي. كيفك شيخنا، شو اخبارك؟ يا أهلا ومرحبا. أنت شيعي؟ انا شيعي. انا شيعي. اي شيعي. انا باحث عن حقيقة يا شيخنا. شيخنا احنا ديننا الشيعة ديننا مجوسي فارسي، يكره العرب. هذا ملخص الدين الإمام الاثني عشر. كراهة عرب، كراهة والله صحابة، يكره العرب. تبديل دين. والله العظيم. تبديل لا دين. لا، هسه هو احنا ديننا كله عباره عن قوم، كله من المجوس، يعني هي تجي من هناك السموم يقسونه وين. شوف، سابقا كانت الناس تدرس وين؟ بالنجف. شويه شوي سحبوها لقم، يعني اللي يريد يدرس اليوم وياخذ شهاده ويصعد منبر وناس تحترمه والى مكانه بالشيعه، لازم شهادته متخرج من قم، من ولايه الفقيه. طيب. ولايه الفقيه شو يسوي؟ يبث بيه السموم. بسألك سؤال، بحكم أنك شيعي وما زلت شيعي، ولا تارك، ولا وسط، ولا باحث، ولا شنو وضعك بالضبط؟ لا والله يا شيخ، الشيعة تكثرت يعني هسه. أنا حاليا إن شاء الله مو بس حر يعني، بس مو شيعي. صلى الله أن يفتح عليك. طيب بسألك سؤال، لما كنت شيعي أسألك بالله العظيم، هل قالوا لك يوم معلومة أن محمد الباقر زوجته حفيدة أبو بكر الصديق، وأنها أم هذه زوجته هي أم الصادق؟ خبروك هالمعلومة؟ أما أنت الله تفاجأت، أول مرة معلومة، أول مرة أعرفها. ما يذكرونها يا شيخ، لا أيوة، يذكرون. ليش ما إنه يذكرونها؟ ليش ما يذكرونها؟ يردون يخلون عداوة يعني. شوف هسه حاليا أنا بالبيت والحسينيات، والله يشهد من فوق، والحسينيات كل الحسينيات. بس أبدأ أعرف شغلة واحدة وأوجه سؤالي لهم ويسمعون الشيعة. إيش دخل خالد بن الوليد اليوم؟ إيش دخل هسه تلعنون بالحسينيات؟ خالد بن الوليد إيش جابه بالنص على استشهاد الإمام علي؟ هذا دين حاقد. هم يزرعون دين الحقد. حاقد، دين حاقد على الإسلام. قسما بالله الحقد. شوف انت يا شيخ، خل اعطيك معلومه ويمكن انت ما تعرفها شيخ. انت تحاجزهم بالكتب، فهو يعني يزرع حقد. خلاص، اهل البيت مظلومين. شوف، هو اخر الدعاء اللهم باسم اهل البيت المظلومين المهجرين. والله ما اعرف منه من اهل البيت مهجر وهجروه. هم اصلا اهل البيت، هم اصلا السنه يعني، هم اصلا من المدينه. هم إلهم يعني، مو إن هو لأهل المدينة. بقول لك معلومة، أبو أم فروة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. تدري أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تابع من التابعين طبعا، من أعلام أهل السنة في المدينة، من علمائهم. أبو أم فروة يعني محمد الباقر خاطب بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم هذا من علماء أهل السنة في المدينة، من المشاهير، متزوج بنته. وبعدين تدري القاسم من اللي رباه؟ منو؟ القاسم بعدما مات محمد بن أبي بكر متربي في بيت عائشة، اللي ربته عائشة تربية أم المؤمنين، وعنها أخذ شيئا من علمه. فالقاسم ربيب عائشة وعالم أهل السنة، يجي الباقر يتزوج بنته. علموني شلون؟ والقاسم هذا ما يعتقد إمامة ولا عصمة ولا تكفير صحابة. شلون يزوجه لو قال له أني أكفر أبا بكر وعمر؟ يزوج الباقر وهو يسب أبا بكر وعمر والصحابة يكفرون؟ الله أكبر. إذن مسألة زواج الباقر من بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر حاسمة، تنهي موضوع الكذب الكوفي على الباقر والصادق، لأنها أم فروة بنت القاسم، والقاسم من علماء أهل المدينة ومن أعلام الحديث النبوي. والله ما ينذكر. هسه ادخل على اليوتيوب، ادخل على المحاضرات اللي يلقونها هم كلها بث مباشر، ما راح اصلا ما يجيبون هذا الذكر نهائيا. ما يذكرون. قلت لك انا يعني عمره يعني راح ادخل بال40 سنه، وهذا الشيء ما عرفته قسما بالله وحق اللي عرفني بيك يا شيخ. عرفته قبل 3 ايام. لا اله الا الله. انت يا شيخ يمكن تحاججهم بالكتب، بس اكو شيء بالشارع مو مثل الكتب. شوف هو شو يسوي بالسمومه يعني اعلاميا، يعني كلام. هسه شوف السلاح اللي ماشي، سلاح الاعلام اقوى، ترى اقوى من كل شيء، اقوى من المال واقوى من كل شيء. سلاح الاعلام. وهذا الشيء اوصيك به شيخ، امانه الله، اذا انت كل شيء يسمع كلامك والله لا تنصر دين محمد.
يعني ايش تبين نسوي؟ واتمنى البث يا نشر، يعني بكل مكان بكل مواقع تنشر مقاطعك، خلي الناس يلا رسالتك لاهل السنه، لاني انا مشاهدات اليوتيوب تتراوح بين 2.5 مليون الى 3.5 شهريا. صح. احنا نبي اكثر يا شيخ. ومشاهدات الفيسبوك اكثر، يعني توصل الى 4 مليون شهريا. يعني هذا يعد من اقوى القنوات في الفيس وفي اليوتيوب. ولكن اهل السنه يا ايها الاخوه مدعوون الى نصرتنا. ما نقول ان شاء الله ان مقصرون، لا، الخير واجد ان شاء الله. بس يا اهل السنه، الله. هذا واحد شيعي يقول اول مره اسمع هذا الكلام، ليش ما توصلون هذا الكلام لنا؟ هذه الرساله اوديها لاخواني اهل السنه في العراق وفي الخليج عموما وفي غير الخليج، ساهموا في نشر هذا الخير. تفضل كمل. يا شيخ، فالاعلام عندنا بالشارع مو مثل الاعلام بالكتب. يعني انت احيانا هو بالكتاب يقدر ينكر. هسه شوف نفس مناظرتك اول امس ويا الفرطوسي، يوم تحاجب بروايه يقول لك هاي ما ملتزمين بها مثلا، ما نمشي بها. بس هو كذب يعني، بس يطلع من الموضوع، يعني ما عنده رد. فايش يقول لك احنا هاي ما نمشي بها الروايه، نمشي بالثانيه. تجي بالثانيه يقول لك احنا ما نمشي بهاي الروايه. يعني ينط من مكان لمكان. بالمنابر كلامهم يختلف، كلامهم بدون شفرات يعني. بس هو من يطلع بالفضائيات مثلا مناظره وياك ما يذكر هذا الشيء، يستخدم التقيه. شوف اكثر سموم واكثر من الكذب نفسيته هي التقيه. هذا كذب كبير. الدين مبني على الكذب، الدين الشيعي مبني على الكذب. صلى الله أن يفتح على قلبك. ربي يحفظك. وأشكرك على مداخلتك. ويبقى السؤال، احفظ يا قصي واحفظوا يا شيعة. زوجة الباقر بنت سيد من سادات أهل السنة وعالم من علمائهم، بل هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة وأحد أعلام الحديث النبوي، القاسم ابن محمد بن أبي بكر، ربيب عائشة اللي ربت عائشة وأخذ عنها العلم في صغره. سؤالي لكم يا شيعة، شلون يتزوج الباقر من بنت القاسم ابن محمد إذا كان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر كافرا لا يؤمن بالإمامة على عقيدة جده أبي بكر؟ شلون يتزوج منه؟ ممكن تقولوا لي إلا يكون عقيدتهم واحدة. قلت لكم صدق الباقر لما قال أن من يسب ويشتم أبا بكر وعمر هم المراق المارقون من الدين. إيه نعم، هم المراق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.